الناس تفهم بقى. الزمالك بيعرض 3 مليون جنيه على احمد الشناوي حارس مرمى النادي المصري، وفي تصريحات كابتن احمد سليمان اتصل بالشناوي واكد له انه يكون الحارس الاول ويغري اللاعب بالانضمام للقائمه الافريقيه. معانا استاذ احمد يحيى وكيل احمد الشناوي. مساء الخير يا استاذ احمد. ازيك يا كابتن سيف؟ ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام يا كابتن، الحمد لله. كله تمام الحمد لله يا كابتن. الشناوي في الزمالك ولا في المصري ولا رايح فين؟ الشناوي في المصري. الشناوي في المصري، مفيش زمالك؟ لا يا كابتن، الراجل لسه بقاله 3 سنين في المصري. انا من الصبح الناس تليفونات والشناوي خد فلوس والشناوي هيدوا فلوس للاعيب لسه عنده قعد 3 سنين في نادي. بس احنا سمعنا ان هو كان في جلسه مع المستشار مرتضى منصور وقعد معاه، ما اعرفش ايه صحتها بصراحه، يعني ما باكدهاش. لا خالص، لا خالص. يعني امبارح في جنينه النادي ما قعدش مع المستشار مرتضى. لا هو القصه كلها، بس الموضوع ده اليومين دول منتشر شويه. هو عشان انت عارف، عشان احمد كان في الزمالك والاختيار الثاني هو مش يعني اوبشن الاهلي هيبقى صعب شويه. فهو اليومين دول الموضوع عالي شويه، كله بيتكلم في نفس الموضوع. لكن احمد في المصري. احمد في المصري لو نادي الزمالك محتاجه الاول هيخلص مع النادي المصري، مش مع احمد الشناوي الاول. بص يا احمد، انا عندي نصيحه صغيره والله. انا احمد من اكتر الشخصيات اللي بحبها في المستوى، في اللعيبه الكرويين، شخصيه محترمه، ولد مهذب جدا. وانا بس نفسي حاجه واحده بس، ان انت تنصحه يروح اي حته يلعب فيها، لان الفتره اللي فاتت هو انا اقول لك حاجه يا كابتن سيف. هو احمد مش هيروح حته مش هيلعب فيها. لو مش هيروح، يعني القصه اللي حصلت ان هو راح الزمالك وقعد مش هيكررها تاني. الموضوع ده بالنسبه له منتهي، يعني يروح نادي الزمالك، يروح الاهلي، يروح، يعني شرف لاي حد انه يلعب في الزمالك او الاهلي. بس المهم ان هو يلعب. يعني احمد جون كبير ومنتخب مصر بيعتمد عليه، اما بيروح ويقعد بيتاثر كتير جدا. لا هو مش هيعمل التجربه دي اللي عاشها دي، مش هيعملها تاني. طيب بنتمنى له ان شاء الله باذن الله كل التوفيق، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ احمد يحيى، مدير اعمال احمد الشناوي.